واحد النهار مع 11 ديال الصباح البوليس كيتلقاو خبر وفاة واحد السيدة مسنة. ولكن الغريب في الامر ان السيدة تلقات ميتة في دارها وظهرها كانت مسدودة من الداخل. واش المجرم معها في الدار اولا استعمل شي طريقة اخرى باش يهرب؟ كيفاش وشكون قتلها؟ هادشي اللي غادي نعرفو في هاد القصة. السلام عليكم خوتي وخواتاتي والجالية المغربية فين ما كانوا. إلا كنتي جديد هبط دير لايك وفعل الجرس ومرحبا بك معنا. نديرو الصمتة ونتوكلوا على الله. القصة ديال اليوم غادي تدينا مدينة قنيطرة. واحد النهار البوليس كانوا خدامين بحال ديما حتى كيتلقاو خبر وفاة واحد السيدة تلقات ميتة في دارها. فانتقلوا على وجه السرعة لعين المكان. ملي وصلوا البوليس للدار استقبلتهم واحد البنت عرفات براسها. السلام عليكم اسيدي، انا هذه الام ديالي اللي مات وانا بنتها، وراني كنجي كل يومين كنزورها وكنجيب ليها اي حاجه خاصها. وراني كاينه انا واحد اختي اخرى كنتناوبوا عليها بالسيمانه، كنجيو نقابلوها ونطلعوا عليها. وحنا راه مزوجات وبولادنا وعندنا حتى خونا ولكن عايش برا في الخارج. كنجيو نطلعوا عليها وكنقدروا نباتوا عندها مره وشي مرات كنديوها تبات معنا. المهم حياتنا هكا دايره. هادشي اللي صرحات به بنتها اللي جات لقات امها ميته. البوليس طلبوا منها تكمل وتحكي لهم اشنو واقع. ايوا تبعوا معايا مزيان. قلت لهم انا سيدي جيت حلات بالساروت الباب. تبعوا معايا مزيان. ديك الساعه لقات امها مقتوله، كانت مقجوجه بواحد القنبه رقيقه، ديك القنبه اللي كتستعمل في النشر ديال الحوايج. هنا تدار التشخيص القضائي وخداو البصمات. البوليس دخلوا باش يكملوا البحث ديالهم. لقاو جثه ديال امراه مسنه في السبعينات ميته، كانت مقتوله وسط المراح ديال الدار، يعني الوسط ديال الدار. وكانت واحد الفرده ديال الصنداله اللي كانت لابسه. لاحظوا ان وحده كاينه في الدخله ديال الباب حدا الدروج اللي كيديو السطح، وحده كاينه حداها. السيده المقجوجه كانت طايحه على ظهرها وسط الدار، كانت لابسه حوايج عادي ما عليها حتى شي علامه ديال الاغتصاب او العنف. غير هو داك المجرم اللي قجها بك القنبه مزيان لدرجه خرج لها الدم من النيفه، يعني قجها النيت وبين عليه صحيح غلب عليها، لدرجه صعصع على عناصر الشرطه انهم يحلوا ديك القنبه بسهوله من العنق ديالها. المهم المجرم اللي قتلها خدا راحته في الدار، حيت البوليس لقاو بان المجوره محلولين، حوايج مجبودين من الماريو، السدادر مهزوزين. يعني المجرم كان كيقلب وبين كنجمع معلومات على السيده، على انها عايشه بوحدها وعرف ما غادي يجي عندها حد. وداك التقلاب ماشي تقلاب ديال الزربه. اذا المجرم قتل وسرق، السؤال المطروح السيد منين دخل؟ الباب الرئيسي ديال الدار كان مسدود وبالساروت، حيت بنتها هي اللي حلات بالسوارت كيف ما سبق قلت لكم. الباب ديال السطح حتى هو كان مسدود بالساقطه ومن الداخل. الدار حتى شرجم ما مهرس، يعني هذا المجرم هذا منين دخل ومنين خرج؟ يمكن عنده الساروت وحل الساروت الباب. المهم بزاف ديال التساؤلات. فتوجهوا عناصر ديال الشرطه انهم يزيدوا يعمقوا البحث مع الناس ديال الدرب وحتى بنتها. فعلا سمعوا لواحد 3 ديال الرجال متقاعدين كيجلسوا في الدرب، وتحيه الناس متقاعدين. فصرحوا انهم من 8 ديال الصباح هما جالسين بالكراسه ديالهم في الدرب وما شافوا والو، من غير بنتها اللي جات مع 11 حلات الباب ديال دارهم وبدات كتغوت. حتى من الجيران حتى واحد ما سمع شي حاجه اولا شاف شي حد دخل للدار، واخا كانت حومه شعبيه والديور مقاربين.
غريبه هاد الناس، حتى واحد ما شاف شي حاجه ولا سمع. شكون قتل هاد المراه؟ البوليس هنا حاروا، فهنا وجهوا الانظار لبنات السيده المقتوله، داروا لهم استجواب وركزوا بزاف على البنت اللي جات لقات امها مقتوله. الشرطه بداو التحقيق ديالهم. السؤال اللي تطرح: عند من كاين السوارت ديال الدار من غيرك ومن غير اختك؟ البنت جاوبات: حتى واحد الشاف من غيري انا والاخت ديالي، حتى من خويا راه في ايطاليا. البوليس كيسولو: الوالده ديالك عندها صحابات كيجيو عندها؟ جاوباتهم: لا، غير كاينه واحد السيده كتجي كدير ليها الميناج، كتجي من الخميس للخميس، هادشي اللي عارفه، واليوم راه ماشي الخميس يعني ما جاتش. البوليس استدعاو ديك السيده اللي كدير الميناج الام ديالهم. السيده بحثوا معاها حتى هي صرحات ليهم انها كتجي غير من الخميس للخميس، وانها كتخدم في قهوه باقي الايام ديال الاسبوع. البوليس داروا التحريات ديالهم وتاكدوا ان القهوه فعلا ما عندها حتى شي علاقه بهذه القضيه. لقاوها ما غابت حتى نهار على الخدمه ديالها في القهوه، والخميس مازال ما وصل باش تمشي دير الميناج للسيده المقتوله. هنا البوليس رجعوا للبنت، سولوها: امتى اخر مره شفتي امك حيه؟ يوم انا كندوز نشوف امي كل يومين، واخر مره نست عندها وشفتها وتعشيت معها، وما مشيت من عندها حتى 10 ديال الليل، عاد مشيت لداري. البوليس سولوها: اشنو تعشيتو؟ تعشينا هادي وهادي، وبالاماره جبت ليها مسكينه البنان ودار المسوس حيت كان عزيز عليها بزاف. الشرطه قيدوا هاد المعلومات ورجعوا للدار ديال السيده اللي تلقات مقتوله. رجعوا عزاكم الله قلبوا الطارو ديال الزبل، ففعلا لقاو القشور ديال البنان والخاوي ديال دار المسوس حيت الزبل كان باقي تما. المهم البوليس تبعوا البنت ديال السيده حتى تاكدوا من انها ما عندها علاقه بالموت ديال امها، لا هي لا الاخت ديالها اللي كانت خارج المدينه، كانت مسافره في ديك الفتره. وهادشي كامل كان بالحجج والدلائل. البوليس سدوا عليهم كاع البيبان، ما لقاو حتى شي بيست اللي تبعوها. البوليس بداو من الاول، رجعوا للحومه كيبحثوا مع الجيران وكيسولوهم، وكانوا كيفتشوا الديور بطبيعه الحال باذن من النيابه العامه، ولكن والو ولا اثر، ما توصلوا حتى شي حاجه. واخا البحث كان تواصل والو، والله حسن العوان راه الروح طايحه، ما كايناش الراحه، خاصهم يلقاو المجرم وفي اسرع وقت ممكن. البوليس كيتسائلوا كيفاش هاد المراه تقتلات وتسرقات والدار مسدوده من كاع البيبان. المهم داخو وبنتها حسب التصريحات ديالها البوليس كانت قالت لهم بان مشات للفازا بلازما، كانت في الدار تتفرج فيها امها قبل ما تموت، وكذلك واحد المسجله كبيره. منين داز هاد السيد؟ واش جاب شي كروسه خرج هاد الشيء؟ كيفاش دار ليها؟ حتى من السطح الباب ديالو مسدود والباب الرئيسي ديال الدار مسدود. هنا حارو، حتى من الجيران حتى واحد ما شاف شي حاجه. المهم دازت 10 ايام والو، ما كاين حتى شي جديد ولا شي خيط اللي تبعوه، وبطبيعه الحال كان البحث مستمر حتى لواحد النهار رجعات هذيك بنتها اللي كانت بلغات النهار الاول، قالت لهم بان راه تلاقات واحد المراه في طريقها، سلمات عليها وعزتها في الام ديالها، وانها قالت ليها راه تصدق النهار عند المرحومه ولقيت عندها واحد الحداد، لقيتو خارج من عندها من الدار، سلمت عليهم بجوج، وداك الحداد راه كان هز شي دوزان في الدار ياك ما كان كيصايب ليها شي حاجه. هنا البوليس زادوا سولوا البنت: وانتي كاين شي حداد في الحومه ديالكم؟ وشكون غيكون هذا الحداد اللي جا عند الوالده ديالك؟ جاوبته البنت: لا سيدي،
انا ما عرفتوش، ولكن هاد المراه اللي عزاتني راه كتعرفو. وزيدون انا امي الله يرحمها ما عمرها جابت شي معلم بوحدها، حنا اللي كنا كنتكلفوا بكل شيء عليها. انا فاش قالتها ليها السيده جاتني غريبه هاد القضيه ديال الحداد، وقلت نجي نعلمكم. وداكشي اللي كان البوليس مشاو مع البنت عند هاد المراه اللي عزاتها، ووراتهم الحداد اللي كاين في الحومه، ولقاو ان هاد الحداد ساكن في الزنقه اللي وراهم بعيد عليهم غير شويه. الشرطه استدعوه باش يبحثوا معاه، وجابوا حتى المراه اللي قالت ليهم راه شفت حداد خارج من عند المرحومه. داك الحداد جا للمركز، كان شخص اواخر الربعينيات، كان طويل وصحيح. فعرضوه على السيده وكدات انه نفس الشخص اللي شافته خارج من عند المرحومه. البوليس طرحوا عليه شي اسئله، سولوه النهار فلان فلاني فين كنتي؟ جاوبهم انا كنت في وزان انا ومراتي. البوليس استدعاو المراه ديالو، جابوها وبداو البحث ديالهم معها. جاوبتهم حتى هي، قالت لهم مشينا لوزان شي سيمانه هادي قبل ما تموت ديك المراه. البوليس قالوا لها وثقتوا ليها الخبر في وزان؟ جاوبتهم لا حتى حنا يلا كيعرفنا، حيت سيمانه حنا في وزان مشينا بعنا شي زيتون. رجعوا سولوا الحداد، قالوا له هاد المراه اللي ماتت ما عمرك جيتي عندها للدار؟ جاوبهم لا سيدي ما كنعرفهاش. الحداد نكر. قالوا له ما عمرك كاع مشيتي تقاد شي حاجه عندها في الدار؟ الحداد شاد في الهضره ديالو، لا والو شاف. جابوا ديك المراه اللي شافته فاكدت لهم انه هو. قالت ليه شفتك نهار فلان فلاني خارج مع السيده اللي ماتت، اللي مارا سلمت عليكم بجوج. شويه ويقول لها اييه ديك المراه راه كانت عيطات عليا، قالت لي اجي بغيتك تصايب لي واحد البريكول. البوليس سولوه وشنو هو البريكول؟ صراحه ما قالتش ليا، حتى مشيت لعندها دقيت عليها وهي تقول لي عرفتي شنو، خلي حتى نوجد الفلوس واجي قاد ليا. البوليس جاوبوه دابا هاد المراه عيطات ليك وجيتي من الحومه ديالك وعرفتي دارها وما قالتش لك شنو غادي تصايب ليها، واش كتريقل علينا؟ المهم الحداد ولا كيدخل وكيخرج في الهضره ولا كيخربق. المهم البوليس خلاو مشى فحالو، ولكن زادوا كيبحثوا عليه في الحومه. فبناء على واحد المعلومات توصلوا بها على ان الحداد صبغ دارو وانه شرى واحد الماريو كبير. المهم راكو عارفين الاحياء الشعبيه، الناس لاحظوا على انه دخلوا الفلوس. رجعوا البوليس استدعوه، قال لهم هذاك رزقي، راني قلت لكم باع الزيتون في البلاد، راه كانت معايا مرتي. واخا هنا البوليس مشاو معهم بعيد، ركزوا معايا خوتي. البوليس انتقلوا معهم من وزان، قالوا لهم يلا وريونا هاد البلاد اللي باتي فيها الزيتون. مشاو للدوار كيسولوا عليه، عائلته اكدوا لهم فعلا انه جا هو ومراته وباتوا عند ولد عمو 3 ايام، وخلى مراته ورجع للقنيطره واحد يومين، وموراها ولا رجع جلس عندي سيمانه هو ومراته. هاد ولد عمو كان باين فيه شخص معقول، كيقول هو واثق من راسو. البوليس سولوه هاد ولد عمك واش باع شي زيتون هو ومراته هنا؟ قال لهم لا ما عندهم والو اصلا، انا جاو عندي قالوا لي بغينا نشوفوك، هذا مكان وكيف قلت لكم جلسوا عندي سيمانه. واخوتي البوليس رجعوا لباك الحداد، قالوا له فين درتي فلوس الزيتون اللي بعتي؟ قال لهم في البنكه. مشاو معاه للبنكه اللي عنده فيها الكونت ديالو، لقاوه ما عنده والو،
ما حط ما خرج فلوس. يعني البوليس جمعوا عليه حجج مزيان. قال لك المرأة المقتولة عيطات ليه باش تقول له واحد سيوجدوا الفلوس ونعيط لك. واصلا البلاد في وزان ما كاين لا زيتون لا بلاد لا بيع لا والو. وتحيه للناس ديال وزان. البوليس مزيروه مزيان. مراته ولات كتدخل وكتخرج في الهضره، ولات كتقول لهم سولوه هو، انا غير مرا. واللي خاصكم تعرفوه انه هذيك السيده اللي تقتلات كانت مرا لا باس عليها، ميسره، كان عندها ذهب بزاف، كانت من دوك العيالات القدام، كان عندها 2 ديال المضمات وشي 17 البليش وزيد الفلوس حيت كان كلشي كيعطيها. بناتها كانوا لاباس عليهم، وحتى ولدها كان كيصيفطها من الطاليان وكانت كتخلي الفلوس عندها في الدار. الحداد تزير بالحجج والدلائل، وبداك الشيء اللي لقاو عنده في الدار الذهب اللي كان بقى ليه، وهو يعترف بكل شيء. كيفاش عرف هاد المرأة مسكينة اللي قتل؟ وكيفاش عرف على ان عندها الفلوس والذهب؟ واسمعوا مزيان اخوتي. واحد النهار هاد المرأة اللي ماتت كانت جاتها واحد الكريز، كانت مريضة بزاف، هزاتها بنتها داتها للسبيطار ديال الحومة، وتصادف على ان مرات الحداد المجرم كانت جالسة في دوك الكراسي اللي كيكونوا في السبيطار، كانت كتسنى النوبة ديالها. فجات هذيك البنت مع امها جلست حداهم. مرات الحداد كانت كتعرفهم وعارفهم فين ساكنين حيت كانت بنت الحومه، ولكن ما سلموش على بعضياتهم. بنت السيده اللي تلقات مقتوله جلست حداها واحد المراه برانيه وبدات كتشكي عليها، قلت لها عيينا مع امي والو، قلنا لها عندك ذهب غير جامعه في الدار، عندك الفلوس غير كتجمعي في داكشي، يلا نبيعوه ونزيدوا عليه دوك الفلوس وناخذوا لك شي بارطمان ب 60 و 70 مليون وتكون قريبه حدانا ونطلعوا عليك ديما، ما بقاوش ديما مخلوعين عليك. ساعه ما بغاتش راسها قاصح، انت دابا اختي كنخليو ولادنا وديورنا ورجالتنا وكنجيو كنجريو للحومه باش نطلعوا عليها. مرات الحداد سمعت هاد الهضره كان طالقه ودنيها وبقات كتصنت. من بعد مشات عند راجل الحداد اللي كان فين وفين عاد كيخدم شي باب ولا شي شرجم، كانوا عنده 4 ديال الدراري وكان كاري. مراتو عاودت له كاع داكشي اللي سمعت، والاشاره بان هذا الرجل الحداد فايت ليه عنده سوابق في السرقه وكان محكوم عليه بعام ونص، يعني يدو خفيفه. مرتو عطاتو المعلومات اللازمه ونعتات له فين ساكنه السيده. الحداد تا كيخطط وكيبلاني، مشى للدرب، عرف فين كاينه الدار وعرف البنات فوقاش كيجيو عند امهم. حتى لواحد النهار مشى قصدها ودق عليها في الباب، حلت السيده مسكينه الباب. ديك الساعه تلاح عليها بواحد التعنيقه، سلام خالتي، وترمى دفعها شويه لداخل. قلت له نعم وليدي شكون انت؟ قال لها انا اللي عيطت لي نصايب لك شي حديد. وديك الساعه كانوا عينيه كيدوروا في الدار، كان كيسكاني الدار كيف كنقولوا. قال لها ياك مال الحاجه خاصك شي حاجه، وكيدور في الدار شو يطلع للدروج. قال لها الحاجه وهذاك الباب ديال السطح واش مزيان؟ يا كيتسد هو كيشوف الساقطه ديال الباب. السيده مسكينه بقات مصدومه، قالت له يا وليدي راك غلط واقيلا، انا ما عيطت لحد. المهم الحداد كان الهدف ديالو يعرف غير النوع ديال البيبان كيفاش دايرين، واش الحاجه كاينه بوحدها ولا معها شي واحد. الحداد مشى فحالو وصايب خطه مزيانه، ولا كيجي كيسمر في واحد القنت في الدرب، كيبقى حاضر الدار حتى لواحد النهار بانت ليه بنتها في الليل مورا العشاء كانت خارجه. يلا بسلامه بسلامه امي، يعني غادي ترجع عند امها
من 3 ايام. كيف سبق قلنا هذه العاده ديال الزياره اللي حتى هو حفظ لهم الوقيته اللي كيجيو فيها يشوفوا امهم. في ديك الوقيته مع خرجت بنتها شاف هكا وهكا ما بان ليه حد، هو يقصد الباب ديال السيده دق عليها. المراه مسكينه كيسحب ليها بنتها، نسات شي حاجه، ما حلات الباب ما تلاح عليها قجها بقنبه في الفم ديال الباب وتفعل لداخل ودخل الباب. كان داير بحساب القجه، كان موجد القنبه، قجها وجرها محدا الباب حتى الوسط ديال الظهر تما فين صفاها ليها. بدا كيقلب في الدار على خاطرو وهز داكشي اللي خفيف، الذهب والفلوس، ولا عاود طل بالزنقه ما بان ليه حد، ولا سلت خرج بحالو. وكان دا معاه السوارت ديال الدار اللي كانوا عند السيده محزمه بهم. راكو عارفين الناس الوالا العائلات كانوا كيديروا السوارت في الشمار ولا كيتحزموا بهم. خرج مشى لدارو، قال لمراتو هاكاين وهاكاين، ولكن راه باقي شي بياسات خاصنا كيفاش نخرجهم وما يعيق حد. مراتو قالت ليه شوف السطوحه دوز منهم، وطلع فعلا وبدا كيبلاني شنو يقدر يدير. وبان لي انه يقدر ينقذ من سطح لسطح، ولكن صعيبه حيت دارو كاينه في الظهر ديال السيده اللي تقتلات. شنو دار؟ مشى شرا واحد جوج مدريات ولقاهم بجوج وخلاهم فوق السطح. فكر مزيان شنو دار؟ قال غنسافر لوزان انا والمراه باش نثبتو الجيران والعائله ونبعدو على الشبهات. فعلا داكشي اللي دار، مشى حط المراه عند ولد عمو وبات عنده ديك الليله. لا غد لي قال له المراه والدراري معاكم، غادي نرجع نقضي شي خدمه في قنيطره ونرجع نجلس معكم شي ايامات. وفعلا داكشي اللي دار، رجع لدارو ولقى دوك جوج مدريات اللي كان موجدهم من السطح حتى للسطح ديال السيده اللي تقتلات. نزل للدار وبدا كيهز في الحوايج اللي لقى وبدا كينقل فيهم من دارها لدارو حتى سالا. ملي سالا سد الباب ديال الدار بالسوارت من الداخل وطلع الباب السطح بعد ما سالا، وبحكم انه حداد معلم شد واحد المسمار وبقى كيدفع في الساقطه ديال السطح حتى ردها بحيله مسدوده من الداخل. صافي سالا مشى لدارو، وملي صبح الحال رجع لوزان عند ولد عمو كيف ما قال وجلس معاه سيمانه. الثالث عجات البنت طلع على امها اللي لقاتها مقتوله ولقات الدار مسروقه. خونا قشط السيده من بعد ما قتلها، هز الذهب كله والفلوس والحوايج وسافر لوزان باش يبعد عليه الشبهات. الحداد اعترف بكل شيء وقال لهم رجعت عايش عادي وخدام بحال ما درت والو. شوفوا هاد السيده مسكينه اللي تقتلات، مشى الضحيه لها الطماع هو ومراته. واخا الصراحه الخطا كان ديال بنتها اللي مشات للسبيطار وكتهضر مع وحده ما كتعرفهاش، ما عندها الفلوس ما عندها الذهب، والاخرى كانت كتجمع المعلومات اللي وصلتهم لراجلها وداروا خطه محكمه. اللي وقع من بعد انهم حكموا عليه بالمؤبد ومراته 15 عام. خوتي وخواتاتي، القصه ديال اليوم سالات، والعبره هي الواحد يسر راسو وعائلته. وما تنساوش تدعموا القناه بلايك وكومونتير، وموعدنا مع قصه جديده. السلام عليكم.